يعني هي اكونتها معاها اكونت معاها، وده حوار جديد علشان تلغوش على حوار الدعم، وعلشان تعمل حوار جديد، فحوارات كتير. بس هو الاكونت مفتوح، معرفش ازاي هي بتقولي اتقفل. لو اكونت اتقفل، بص يا زوزو، انا علياء، انا عارفاها تمام. اقسم بالله اقسم بالله لو الاكونت اتسرق زي ما هي بتقول هتمشي تقلع عمالة في الشارع. بصي، طالما انت شايفه ان هي عامله لك مشاكل، خديها من قصيرها، وكل واحد يبقى في حاله وما تتكلموش على بعض، عشان ممكن حد فيكم ينفعل ويقول كلمه ما ينفعش تتقال، او لحظه غضب او زله لسان، اللايف يتسيف يطلع ترند، يحصل لكم مشكله كبيره والكلام ده. شايفين ان الدنيا مش احسن حاجه على السوشيال ميديا، وكله دلوقتي بيتلط وبيتدخل في مشاكل مش بتاعته. بس معلش انا ما كنتش عارفه، كنت مفكراها زيكم ان هي غلبانه وان هي طيبه وان هي مش فاهمه هي بتعمل ايه او بتقول ايه، بس لما جيت لي بيتي وعشتها في بيتي، لا معلش انا اللي غلبانه. انت مش مجبوره على ده، وخلي بالك هي بتفكر كويس قبل ما بتعمل الحاجه. انا مثلا كسوزي واحده من الناس، لما بعمل حاجه خلاص، هو لو في فعل بعمل رد الفعل على طول، لكن هي بتفكر كويس قبل ما تعمل اي حاجه، فاهمه؟ حتى قبل ما ترد بتفكر. يعني انا مثلا قبل كده سالتها، قلت لها علياء انت مرتبطه؟ قالت لي لا. يا علياء، قالت لي اه. قلت لها من الميديا؟ قالت لي لا. قلت لها طب اسمه ايه؟ طب انت كنت مرتبطه بواحد اسمه قبل كده؟ بصي، فضلت اجيبها يمين وشمال ان هي تقول الاسم، ما قالتش. اللي خلاني اتكلم كمان ان هي سرقتني وهي في بيتي. اقطعي ودنك وما تكلمهاش، ما ترديش عليها. ناس حاولت تصالح، ناس حاولت تعمل، ناس دخلت قالت لك بتتكلم. لا لو اقسم بالله لو الدنيا اتقلبت واني تحتاني صلح ما بيننا انا وهي، خلاص كده خلصت، وكلام تاني انا مش هتكلم تاني، مش هتكلم تاني. بس لو هي فكرت تيجي على سكتي تاني، لا انا هتكلم وهقول بقى حاجات ما ينفعش ان هي تتقال. وعادي انا كده بتشتم وكده بتشتم، فما اتشتم وانا واخده حقي ومرضيه احسن ما اتشتم وانا ما خدتش حقي وباين ان انا هفهم. ومعلش كانوا يقولوا انا هموت واعرف هي علياء مثلا على حسناء ايه عشان حسناء ما بتردش عليها. لا لا، ولا تردي ولا تعملي وتقطعي ودنك. هي مش بتتحسب هفا او مش هفا، دي بتتحسب تربيه ودي بتتحسب عدم تربيه. فانت يعني قله ردك، حتى لو هي بتغلط فيكي، قله ردك دي لوحدها تبين ان انت واحده محترمه، واحده بنت ناس، فاهمه؟